فأنا بهذا الفيديو راح تكون هي فقط ردة فعلي على العركة اللي صارت والشخصيات اللي دخلت، وراح أضحك عليهم فقط، ما راح أنتقد أكثر من الشغلات اللي أريد أضحك بها عليهم فقط. أما الجزء الثالث اللي راح يجي، هذا الفيديو هو تكملة للجزء اللي راح، وهذا الجزء الثاني، واحتمال اكو جزء ثالث ورابع وخامس حسب العركة هاي اللي موجودة حاليا. الجزء راح يكون كلش خطير وكشف حقيقة هاي اللي جاية تطش براس العراقيين وأصولها. راح نعطيكم فد معلومة صغيرة إنه هاي أصولها أصلا لا خليجية ولا تمد الخليج بصلة، وهاي أصلا مقضية حياتها على الترندات والعركات والمشاكل وهي شخصيات ثانيه راح اذكرها لكم بالجزء الثالث واذكر لكم الحقائق. بس الشعب العراقي مثل ما قلت لكم دائما يدعم التفاهه وعلى انه شنو عيب ضيفتنا. لا حبيبي، وين اكو ضيفه تجي توزع ايفونات للعراقيين؟ ترى ما العراقيين ما محتاجين شي سوالف، بس سهل الطشه محتاجين هاي السوالف، منات زاهي وغيره وغيره وغيره. المهم ما اطول عليكم، ارد اسوي رده فعل على هاي المقاطع، واني اسف لكم انه راح تشوفون هيك مقاطع. خلينا نبدي من آية محمد اللي ما تقدر تتنفس بسبب عمليات التجميل. قالت لي أنا جايبت لك هدية فخمة، مثل ما قالت إنه هي عندها هواي فلوس، 100,000 دولار. هي عندها هاي فلوس 100,000 دولار. هي بالمناسبة ترى هي أصلها مو خليجي. 100,000 دولار يعني زين، وآخر شي طالبة من عنده يعني لا مو عيب ولا هاي، احترمي نفسك وسكتي. فهمتي لو لا؟ تحكين بالأصول وتحكين بالعيب، وانت ما تعرفين لا العيب ولا الأصول. خوش؟ صح والله، اي والله باي. صح. ايش قالت؟ قالت أسألها اليوم بالاتصال، أقول لها حبيبتي محمد الطاش لو لا؟ كان تقول عمه انا عندي 100,000 دولار. شنو 100 دولار؟ قلت لها انت مو محتاجه، يلا هسه روحي اسحبيهن وخلصين العد. لو خلي احد يحول لك، احد يدز لك، غير ترتبين امورك لعد. انت ما تقدر الرجال اللي ما عنده، مثلا هو ما عنده، شخص ما عنده يا ناس، وطاها هو شخص اصغر منك بالعمر، يعني اصغر منك. ترى احنا هنا نقدر الشخص اللي يعطينا العده والما عنده، حتى لو طانا ربع نقدره. تعرفون المعلومة اللي أمتلكها يعني كلش خطرة؟ يعني أنا راح أصدمكم بنهاية الحلقة، وراح أصدمكم بالجزء الثالث، واحتمال اكو جزء رابع اذا استمروا على التفاهه مالتهم. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا كلكم شفتوا الموضوع اللي صار، وبكل الستوريات يقولون انه هم عندهم شواهد وانهم ما عندهم ادله، ويحلفون بالقرآن الالكتروني اللي هم ما اعرف انتم بشر لو ذكاء اصطناعي. يعني هسه نضحك ليش لو شنو؟ زين سؤال، انت بشر لو ذكاء كله تجميل؟ اضحك ليش لو شنو اسوي؟ يعني هسه تقول لهم ما لا افتهم. القرآن هو القرآن واحد، ما يصير غيره. يعني شنو بالتليفون؟ ما لا افتهم هاي الشغله. الشغله الثانيه، شوفوا انا ما اريد اختلف وياها بهاي النقطه. القران له احترامه وله مكانته وقدسيته عند المسلمين. المفروض القران تكون متوضي وتحلف به. هذول لا، قران الكتروني ويحلفون كله يا شنو الكذب مالتكم؟ اني اللي عندي الادله، واني اللي عندي كل شيء، واني اعرف اذا انت شتي لابسه ملابس عاديه لو شتي لابسه روب. انا راح اقول لكم وراح اطلع لكم الفيديو اللي صوره محمد ابو غطا ونزله، هل هي كانت لابسه ملابس عاديه لو شيء. انتظروا الحلقه شوي اللي قدام، راح اطلع لكم اللي صوره محمد ابو عطا ونزله. ترى الشايف ما يسوي هيجي، الشايف يقول شكرا على القليل والهواي. زين، قالت هذا الحكي. اجتي ثاني يوم خابروني مكالمة فيديو. شوفوا محمد ضايج ليش؟ انه طول اليوم يصورها، بلان ماكو، خطة ماكو، بلان ماكو. واحد شنو نصور، شنو نسوي، شنو هاي، ماكو. كله شنو قاعد يصورها بالفندق. اول ما دخلت الفندق وهاي وبالغرفة صورها، ومن قاعد تاكل يصور بيها. خوش، ويوكلها ويشربها وما ادري شنو. اذن احنا خلينا نكتشف شغله واحده، انه محمد ابو غطا لزم تالين ما اعرف اسمها هاي اللي محها بالخليج وجت للعراق، لزمها وظل يصور بيها ويصعد براسها ترندات مثل ما هي لزمت العراق وظلت تصور بالعراق والترندات، وابغى اروح لبغداد وتكفول تاشياء. مثل ما استغلت العراق والترندات، محمد ابو عطا ما استغلها بالترندات من خلال كلام آية محمد، وهي او آية تجميل، يعني هي المسؤولة على كلامها. يعني الولد مهتم بيك، يعني احترمي، قومي وروحي شوفي. تعاركت وياه اول عركه، هاكم عيني، هذا ترى ما يريد يصور. هاي
انا بصور وحدي وهو خلي. رسالة من بروي: أنا مو ويا هذا التافه ولا ويا ذيك التافهة، أنا ويا بلد العراق اللي قاعد يستغلونه ويشوهون السمعة مالته. يعني هذول الشخصيات، أنت تخيل يا عزيزي تجيك شخصية طارديها من دولة خليجية بسبب نشرها المحتوى، راح تعرفونه بالحلقة الجاية، طارديها من دولة خليجية بسبب نشرها محتوى مخل بالآداب العامة، والمحتوى هذا إذا أحد عرفه حتى من العراق كذلك راح يتم ترحيلها وبعد ما حد يستقبلها بالعراق، وجاية تطش براس العراقيين. بهذا الفيديو اللي راح تشوفوه قدامكم هو ابو المحتوى الهابط، المؤسس رقم 1 على العراق بالمحتوى الهابط، يوسف لاز، واحتمال قريبا جدا قريبا هم راح يرجع ياخذ 4 اشهر بسبب المحتويات اللي قاعد ينشرها. قرر ينشر الفيديو او الصوره اللي مصورها محمد ابو غطا ومنزلها على سناب شات. هاي الصورة هذه أنا صورني لك زمان، يعني شوف هو داخل عليها يعني داخل. استناك تطلع هذا المقطع لأنك قلت حذفته من كل مكان. ليش تحرش بيك؟ حذفتي المقطع أنت وهو لأقاضيكم. ما تقدرين تسوين شيء لان انت كله برضاتك، اذا تحكين بالقانون وهالامور كلها. السالفه بدت شهر 11 العفو شهر الواحد، دقت علي بالانستغرام ودقت علي بالوين بالواتساب: محمد انا اريد اجي للعراق، انا ما راح اذكر اسمها ولا حد يجيب اسمها، انا سديت تعليقات ما حذكر اسمها، هي ذكرت اسمي واتهمتني اتهامات وقالت عني اشياء، وكله تصور واتراسل للمحامي، دام هي موجوده حاليا بالعراق راح يتم محاسبتها بالعراق، قضيه تشهير، قضيه طعن، قضيه اتهامات، هاي كل المحامي هسه راح يتم محاسبتها عليه. هي ذكرت انا ما ذكرت اسمها، وبعيد اني ما ذكرت اسمها هي اتهمتني اتهامات باطله بدون دليل واحد. جاي شو تقول لكم؟ انا احلف على القران بالتليفون. ليش انتي اهلي سبيتيهم؟ ابوك المتوفي سبيتي. شوفوا انا قلت لكم وارجع واقول لكم انا ضد هذا. انا اصلا يعني هيك شخصيات انا ما احترمها لا بالحياه الواقع ولا بحياه السوشيال ميديا. بس الشخص هذا اللي حكى انه هي سبت وكذا، وتم طردها من دوله خليجيه معينه، وطردها برا هيك، يلا برا هيك طردوها بسبب نشرها المحتوى. راح تنصدمون بالحلقه الجايه بالادله ومن قناتها الرسميه. انت ما خليتي احد ما حكيتي عليه، تحكين بالشرف، وانت اصلا توهمين الناس انه انت تسوين اعلانات تجيبين فلوسك من الاعلانات وانت ما مخليه خروف ما مداقه عليه. المهم انا راح احكي لكم جد والله العلي العظيم، واتمنى الكل يركز بكلامي زين وتسمعونه. وانا سديت التعليقات. تدرون ليش سديت التعليقات؟ لان انا ما فتحت البث على مود دراما او فتحت البث على مود مشاهدات او فتحته على مود هاي لا با عليك لهنا وتسكت. انت وهي وكلكم حتى يوسف لاز وعباس سماوه وهذول المشاهير كلهم التافهين مال تيك توك اللي يجدون، كلكم تفتحون على مود الدراما وكلكم تفتحون على مود التكبيسات. كان من كان بيكم، وانتم ناس على الحقيقه ما حد يحترمكم، لان انتم رحتوا ولا جيتوا انتم المجدين مال تيك توك. نقطه راس سطر. اشياء هذول هم يدورون مشاهدات، هم يدورون هذه الاشياء، مو انا. اوكي مو انا سديت التعليقات لان حاب اوضح، اكمل توضيح، اسد البث، ارجع لحياتي. انا انطعن بشرفي، انا انقال عني كلام. شوفوا كان من كان اي شخص لك الحق تنتقده، بس الواحد ما يصير يدخل العرض بالموضوع. انتقد الشخص والمحتوى، لا تدخل اهله وعرضه بالموضوع. هذا الشيء حرام بالاسلام، ممنوع قانونيا واخلاقيا. اذا اهلك مربيك ممنوع تدخل العرض بالموضوع. هاي رسالة للكل. اتصلت علي بشهر الواحد تقريبا هيك يوم 4 يوم 8، قالت لي يابا محمد انا اريد اجي للعراق. انا هنا توها صاير عندي حاله وفاه جدتي ماما طالع ال40. انا هنا بعدني ما مشتغل، توني راجع للنشر. قلت لها ها تريد تجين هسه؟ والله انا اعتذر وعندي ظروف بس اذا تجين مو مشكله، بس خليها يعني حاول. قلت تعي بعد رمضان، تعي بعد ما ادري شنو. قالت لا انا اريد اجي هسه، السعوديين حاكين علي، الكل حاكي علي، الجمهور العراقي بتفاعل حلو، الجمهور العراقي بهواي اشياء. انا لهنا بهاي النقطه مالته اتفق ويا هذا. انا اللي ما اتفق وياه مليار بالمية، مو لان ابن بلدي، لا ابن بلدي هاي على صفحه بس محتوى تافه، بس اتفق وياه انه هاي صدق جايه براس العراقيين الطش. ما دام جايه توزع ايفونات عبالك العراقيين محتاجين ايفونات ولك. قلت لها بكيفك. قالت لي شو وقت اجي؟ قلت لها تعال يوم 31 يخلصون العراقيين امتحانات، هنا نقدر نصور، نقدر ما ادري شنو. قالت محمد انا لما اجي اريد اسوي وياك دراما، اريد نحب بعض، اريد نلتقي بطيبه بتجيب لنا مشاهدات هي بالبث، تقول لك تكتب لكم تعليق منو طيبه منو هي اصلا
انا اجيت للعراق شلون راح تاخذ المحتوى العراقي مهووسه بالبنت بشكل مو طبيعي. قلت لها احنا متفقين يوم 31 شنو دخل بخلنا انا؟ قالت لا باكر احجز طياره واجي. حجزت يمتى؟ يوم 28. انا هنا بعدني ما مشتغل، انا عندي توقيع عقد اعلان انستغرام راتب شهري. قلت لهم اريد راتبي مال رمضان اعطوني اياه، لان انه لا بنيه جايه وضيفه وهذا. رحت قبلها بيوم وجيتها من الناصريه للجنوب بسياره 10 ساعات. رحت اول ما وصلت والله العلي العظيم رحت اول شيء دقيت على الولد هذا اللي يمها، ما اريد اذكر اسمه، ما اريد اعطي اتنشن. هذا اليمها اللي ذكره صدقوني بالفيديو اللي جاي الجزء الثالث راح تضحكون على البواخه اللي بيه، راح تضحكون انه هو ايش قد يصلخ ويحمي عشيرتي. المهم بالاحداث اللي جايه، وهاي رساله لك اذا شفت الفيديو انت ابو عشيرتي، ترى عشيرتك ما ترضى على تصرفاتك، عشيرتك ما تقول لك اقعد بصف البنيه الطش بيها الطش هيك حتى تطلع بالكاميرا. بقانون العشائر هذا ما يصير اذا تعرف قانون العشائر. قلت له اسمع انا ما ندل باربيل، بس اريد ان فرقه او شيء. اتصلت على فرقه اتفقت وياهم، الفرقه اعتذروا وقالوا هسه قاعد تمطر الدنيا ما نقدر نطلع. طلعت بالمطر ورحت، هو هم اتصلت عليه اجا وياي وجاب وياه الولد هو اللي ينشرون هو وزوجته، ما اعرفهم والله العلي العظيم اني ما اعرفهم. انه مشهوره بلكت عسى ولا علي يطوها اعلان. راحوا والله وضبطوا لها الفندق، ضبطت لها الفندق. هذا القران الكريم، الفرقه، العشاء، المدري شنو. يا جماعة الخير أنا رايح ملتقي بيها، أنا رايح أعذبها، رايح أعطيها يعني أضيفها. قلت لها اسمعي الموجودين على الطبلة مو أصدقائي مقربين، لا تختلطين وياهم، على قد العشاء ونروح. وهم شي قالوا لها؟ نروح حفلات، نروح أشياء، نروح المعارض وهاي الأشياء. هي كاتبت لكم تعليق إنه إن شاء الله يعني أساس أنا على نياتي، ما أعرف وهي تعرف. هاي بأول يوم قلت المعارض على اساس على نياتها ما تعرف شنو المعارض. يقول لك راحوا إلها هذاك هو وزوجته، تعرفتوهم من هو؟ قلت لها قسم بالله سحبتها على صفحة، قلت لها تالا أنت بنية وهذول كلهم شباب، مستحيل تدخلين هيك أماكن وأنا ما أقبل، والله العلي العظيم قلت لها أنا ما أقبل تدخلين هيك أماكن، والله العلي العظيم قلت لها أنا ما أقبل تدخلين هيك أماكن. هاي أماكن بها أشياء غلط وبها مدري شنو، وراح يصورون وأنت مشهورة وأنت جاي للعراق راح تطيح براسنا. بس تعرفون هاي الاماكن اللي هي تريد تروح لها ويصورون بيها هي اصلا يعني حسب المعلومات اللي عندي من خلال قناتها مال يوتيوب انه عندها هذا الشيء عادي. هي بهاي الاماكن اذا راحت يعني قعدت بيها او مثلا ويا اصدقائها عندها الشيء عادي، هذا مثل ما موجود بقناتها على اليوتيوب. اللي قاعدين يمها اللي اصلا رادوا ياخذوها، اللي هم جاي يستشرفون. يعني هسه انتوا عرفتوا ليش هي ضاجت من محمد مو جوها. محمد انسان محترم فقير على نياته، اللي يمها ياخذوها يطلعوها ما ادري وين يودوها. انا اكتفي بالعركه لحد هنا، وهسه انت فقير وهاي انا ما اصدق بيك. انت تبقى انه ستيل انت صاحب محتوى تافه، صاحب محتوى ما بي اي رساله، ما بي اي معنى، انت ولا غيرك. شوف هو مو قصه انه هذا بن بلدي لازم اوقف وياه، لا بالعكس هذا صاحب محتوى تافه ولا شرفني اوقف وياه. بس الحقيقه شنو؟ الحقيقه انه هاي الشخصيه هي جايه من الخليج، واللي هي اصلا مو خليجي، جايه تدور مشاهدات بالعراق، وهي اصلا اكبر دليل انه ما انطوها فيزا لبغداد ولا قالوا لها انه انت جاي من الخليج او التضيع، لا، لان يعرفون الحقيقه شنو. حبيبي هاي وزاره الداخليه مو لعبه، ربي يحفظ وزاره الداخليه ويبارك بجهودها يا رب. قررت ان اختم الفيديو مالتنا اليوم بهاي الشخصيه حتى نضحك شويه. انت بعتي ابن بلدك، انت هيك، انت لوقيه، انا كره هم لواقه. صح هذا الحكي اللي حكيتيه صحيح وبدون ما احلف، واني على مود تليفون. ليش صح مليار بالمية. شنو ما شايفين تليفون مثلا؟ انت ما شايف تليفون. اذا واحد هدالك تليفون كل شيء تسوي. لا اكو انسان عنده كرامه، انسان عنده اتسامه بالغيره لو لا. لين باكر عقبه مثل ما صارت عركه بينها وبين محمد ابو غطا، راح تصير عركه بينها وبينك وراح تتم معايرتها من عندها الك، راح تقول لك انه هي طتك ايفون 17. تسوي؟ لا يعني بنيه الله يمكن، الحمد لله والشكر. تمام يلا شباب تربل 4 وردات، يلا كبس. اليوم البث مالتي لازم التكبيسات تصعد لان الدعم لازم يجي اكثر. انا لا صار لوقيا لاي احد، اوكي؟ واني حكيت حق الله واني شهدت على هذا الشيء. تمام انا اليوم اذا العالم كلها تصير ضدي، اذا احكي الحق
خلي العالم كلها تصير ضدي. اذا انت ضدي والشمس والقمر ضدي فانا اعشق التحدي. سامع هاي المقوله؟ تمام. انا ما ادري شو صار بيناتهم، انا ما شفت بعيني، يعني انه على الغرفه طبلها ما طبلها انا ما شفت، بس هم اثنيناتهم واحد يحلف، هذا يحلف وهذا يحلف، انا ما شفت، وبس آية تشهد على هذا الكلام، ما اعرف اني تمام. بس اني من جابت لي البنيه وشهدت على شنو؟ شهدت انه هي بوقتها مره احنا نريد ناخذها جبل كارك، انه هو ما قبل يطلع ويزعل، ماخذ دور يعني الضحيه، يزعل ولازم هي تراضي وما ادري شنو. بس انا اشهد على هذا الشيء، واشهد انه هو ما قاعد يطلعها ولا يقيم بواجبها، لا قاعد يفرفرها اربيل ولا شيء، بس مجرد قالت لنا ياخذنا بس بالمطعم. قلت لها امشي وياي وانا افرفرك اربيل، اموت على لا اكثر عركات ولا هاي. اقل. بس ما تحجون علي، واني اليوم اذا واحد يحكي حق تحجون علي ليش؟ واللوقيه ليش؟ شنو ناقصه مشاهدات ثاني مثلا؟ اكيد، واكبر دليل درامتك ويا يوسف لاز. يعني من تحكين شيء احكي بالمنطق. هذا الشيء منتهين من عنده. انتم كاشخاص تحبون الدراما، تحبون المشاكل على التيك توك، حتى مشاهداتكم تصعد، حتى اللايفات مالتكم تصعد، حتى الدعم يصعد. انا كشخص اجي اضحك على المحتوى اللي تقدمونه انتم، واضحك على العركات والمشاكل مالتكم اللي ما بيها اي معنى. شنو السالفه؟ ترى هو المشاهدات مجرد رقم. اليوم مثلا انا اكسبلور باكر ترى غيري، انا مو ببالي الاكسبلور ولا ببالي مشاهدات ولا اي شيء، انا من يوم من اشهد حق الله تمام. فلا تحجون علي، واللي يقول لي لوقيه لا، هاي اي انت شايف نفسك عبالك العالم كلها تشبهك. لا 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 لا، انت لا تحكين على العالم. العالم ما حد حكى عليك. قالوا لك ليش تقبلتي الايفون 17؟ ما قالوا لك لوقيه. فاني ما تمثلني بنفسك اوكي، وبس. والله حبيت اوضح هاي النقطه. واليوم هدي اعصابك ماي، هدي اعصابك. انطيك سودة شو تريدين؟ انطيك تايجر، انطيك ريد بول. هدي اعصابك، ايزي شويه، كلام داون على كيفك. لا تحرقين دمك على مود وحده هي جايه تطش براس الشعب العراقي. وبالاخير تحياتي لكل واحد شاهد الفيديو. الجزء الثالث راح يكون جزء كلش خطير بالحقائق والادله الموجوده به. الجزء الثالث راح تكون مده الفيديو مالته كلش طويله، حتى اثبت لكم انه مو كل شخص جاي من برا العراق يتمنى ويحب الخير للعراق، بالادله والاثبات. ربي يحفظ الكل ويبارك للكل ويعطيكم الصحه والعافيه. ويا ربي حتى الناس اللي عندها تعليقات سلبيه راح تعلق على هذا الفيديو، الله يرزقكم الصحه والعافيه. ويا ربي ما تشوفون اي شر بحياتكم، ومن نجاح النجاح بحياتكم، وان شاء الله ابد الضحكه ما تفارق وجوهكم. نشوفكم على خير، مع السلامه. للجزء الثالث قريبا ان شاء الله.